الاتنين فلوج جديد من الفلوجات بتاعتنا. بس الفلوج ده يبقى مختلف شويه. ليه يبقى مختلف شويه؟ لان انا هبتدي الفلوج ده بالتجمع الخامس. فلو انت اول مره تشوفنا، انا اسمي عمرو، بعمل فلوجات حصريه لمجال النقل الذكي من قلب الشارع. بعيشك معايا يوم كامل عشان تشوف احنا الدنيا ماشيه ازاي في الشارع، تشوف الشغلانه سهله ولا صعبه. وقعت في اي معلومه ممكن تلاقيها في الفلوج دوت. فانا بعيشك يوم كامل، يوم جميل، يوم حلو. فكل اللي طالبه منك انك تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك منا كل جديد. انا رايح اخلص مشوار في التجمع الخامس. هخلص المشوار وابتدي شغل من هناك. تمام. هي دلوقتي الساعه 12:30. انا عقبال ما اخلص المشوار تبقى الساعه 2. يعني المشوار هو سكه نص ساعه. هقضي مصلحه كده اخلصها وابتدي شغل. فهرجع لك مع اول ريكويست بس من التجمع الخامس. اوعى تقف في اي حته، استناني. بسم الله. اول ريكويست اهو من التجمع الخامس. كده انا ابتديت شغل اهو الساعه 3. ماشي. اول ريكويست مش عارف هو صح ولا غلط. يعني مش عارف العميل حاطط المسافه اللي هو ماشيها صح ولا غلط. هو نص كيلو 500 متر بالظبط ب 52 جنيه استفتاح بس كده. يعني اول مشوار بس كده، ايه يعني نستفتح بس. فطبعا برضه مش عايزين ننسى ونبارك لاخواتنا على رجوع الارض ليهم. صحاب الارض رجعوا للارض بفضل دعواتنا ودعمنا ليهم ودعائنا ليهم وبفضل دعائكم طبعا ليهم والمسانده بتاعتكم ليهم. الحمد لله الحمد لله. صحاب الارض رجعوا للارض. وشكرا مصر على الوقفه العظيمه اللي هي عملتها دي. وشكرا جيش مصر. وتحيا مصر تحيا مصر. هرجع لك مع ريكوست. وقت خروج المدارس في التجمع بيبقى في شغل قوي، بيبقى في شغل حلو قوي. خلي بالك انا تاني مره اجي التجمع في المدارس. يعني ما بيصادفنيش انزل من الجيزه واجي تجمع على طول. للاسف بيكون الشغل خلص في التجمع. لكن انا عشان انا جاي التجمع اصلا من بدري، فده خروج وقت المدارس. الساعه دلوقتي 3 وتلت. تاني ريكوست معايا 3 كيلو ب 64 جنيه. مش وحش، حلو جدا. يعني حلو. ممكن في اماكن تانية، ممكن تاخد ال 3 كيلو دول ب 100 جنيه، ب 110 كمان. بس في اماكن تانية، اماكن بقى فيها زحمه قوي وفيها طلب عالي فتاخد هناك الكيلو حلو. انا بالنسبه لي هنا في التجمع حلو قوي ان انا اخد 3 كيلو ب 64 جنيه في الوقت ده. حلو قوي. احنا لسه في بدايه اليوم وده كده تاني ريكوست معانا. تمام. فربنا ييسر الحال ونشوف الدنيا هتعمل معانا ايه. اهم حاجه اذكر الله وصلي على النبي. هرجع لك مع الريكوست التالت. الريكوست التالت يا رجال 2 كيلو ب 52 جنيه تقريبا. يعني طبعا انا امبارح اشتغلت وكنت مصور لك الحد. جيت وانا بمنتج اكتشفت في اخر 4-5 مقاطع الصوت ضايع، مفيش صوت خالص. كان في مشكله، المايك كان مقفول. فاضطر بعد ما تعبت والله العظيم وصورت مسحت كله. المهم ما علينا. يعني الحمد لله. كان في كذا معلومه كده كنت قايلهم لك في الفلوج بتاع امبارح اللي انا مسحته. اول حاجه تاخد بالك منها اللي التسعين الجنوبي كله فيه اعمال صيانه سفلته. فالتسعين الجنوبي كله واقف من اوله لاخره. خلي بالك ما حدش هيقول لك الكلام ده. والله ما حد يقول لك الكلام ده. اسمع مني. تمام. ادي النقطه. النقطه الثانيه امبارح كان الحد اللي اشتغل الحد طبعا كان شايف الحد عامل ازاي. كان ميت حرفيا. يعني انا ما بحبش يوم الحد ده يا جدع. والله العظيم ما بحب يوم الحد ده ابدا. سبحان الله. بس هو كان ميت. بس انا كان لازم انزل. ما انا قاعد جمعه وسبت. بس انا غالبا بعد كده ما مش عارف اخد حد بعد كده مكان السبت. مش عارف. بس امبارح الدنيا كانت ايه؟ كانت بايظه خالص بصراحه. بس هنقول بقى ايه الحمد لله. بس انا الحمد لله يعني انا بقول لك الدنيا بايظه. بس هتقول لي معنى كده انت ما عملتش فلوس. لا عملت، بس ما عملتش الرقم اللي انا ايه بعمله. قلت عن الرقم اللي انا بعمله بحاجات مش كبيره. مش كبيره قوي يعني بس انا عامه بقول الحمد لله. والله لو عملت 200 جنيه والدنيا نايمه بروح وبقول الحمد لله. الحمد لله. ارجع لك مع الريكوست الرابع. ماشي يا رجاله. فكده الحد كان نايم. ما انا بقول لك بكل صراحه. يعني الحد امبارح كان نايم. فالنهارده الاثنين اهو الحمد لله الدنيا ماشيه دلوقتي. يعني الحمد لله الدنيا ماشيه. معايا الريكوست الثالث اهو 13 كيلو ب 140 جنيه. حد هيقول لي انا باخد ال 13 كيلو ب 250 جنيه.
حد هيطلع يقول لي كده هقول لك ربنا يزيدك، ده رزقك يا باشا وربنا يزيدك. اكيد انت سعيت واجتهدت في مكان تاني وخدت منه الرقم ده، فربنا يزيدك يا صاحبي. بس فالحمد لله الدنيا ماشيه اهي، الدنيا حلوه. هوصل الريكوست ده الريكوست التالت صح؟ انا قلت لك ثواني كده، ده الريكوست الرابع اللي معلش، ده الريكوست الرابع. هوصله وارجع لك في الريكوست الخامس بامر الله. انا هنا في كوكب الرحاب، احنا هنا كده في كوكب الرحاب. الرحاب هاديه شويه. خدت ريكوست دلوقتي 2 كيلو 43 او ب 44، يعني لحد ما في الوقت ده مش حلو، بس انا امشي نفسي لاي حاجه ايه عشان اخرج من الرحاب والحق حوالين المدارس كده، فاهم؟ يعني انت لازم ايه، انا شايف الرحاب هاديه فانا ما افضلش قاعد في الرحاب، اطلع من الرحاب تمام، هروح اتجاه المدارس ومش عارف ايه وكده. المهم حصل معايا امبارح في الفلوج اللي انا كنت مسجله ومسحته ده، خدت ريكويست من عند عباد الرحمن كده، كان 9 كيلو، كان رايح قطامية هايتس في الجولف، كان مديني 9 كيلو. وصلت للعميل بدات الرحله، لقيت الرحله 13 كيلو ونص. بص انا قابل على 9 كيلو كانت بحوالي 87 جنيه او 88 جنيه، كان الكيلو واقف ب 9 جنيه، انا حاسبها على 9 جنيه فانا واخدها على كده. المهم خدت الريكوست يا معلم، لقيت لك الريكوست 13 كيلو ونص، انا اتعفرطت بصراحه، قلت ماشي اوبر هتزود بقى، في الرحله اوبر ما زودتش، قمت داخل للدعم، والله يا جماعه 1 2 3 في كذا كذا كذا، قالوا لي تيت 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 تيت، قاموا مزوديني من 88 بقت 105، نزل لي فعلي كله 102. هم هيقول لك 105 تلاقي كده في 3 جنيه طايرين 4 جنيه طايرين، تقريبا ال 4 جنيه دول رسوم المحادثه اللي انت بتتكلم بيها. بس اهم حاجه اللي انا ما سكتش عن حقي، وقلت لك دايما كده لو ليك حق اطلبه، ما تسكتش عن حقك، اوعى تسكت عن حقك حتى وانت في كوكب الرحاب، ما تسكتش عن حقك. خلينا اوصل العميل الريكوست الخامس ده وارجع لك مع الريكوست السادس بامر الله. باي. مدارس بقى، وقت المدارس يخلص يا معلم تلاقي الدنيا نامت، تلاقي الدنيا ريحت حرفيا، في شغل بس ريكوستات عاديه خالص بقى، ام 43 و50 جنيه بس كفي ريكوستات، في ريكوستات بصراحه، بس انا فاهم عايز اخد حاجه حلوه. المهم مش هطولش عليه كده، خدت ريكوست 11 كيلو ب 100 جنيه، 11 كيلو ب 100 جنيه، هو هنا عند مطعم بحراية. قلت بدل فاهم هقعد بقضيها ايه 43 وكده، اخد ايه كم مشوار كده اظبط اليوم. ما تخلصي ده انت بارده، احب السواقات الستات خالص ميتين في نفسهم يا لهوي، ولكنها بتعدل تريلا. تمام يا حبايب قلبي. ليه بقى انا بقى خدت بقى المشوار ده؟ لان انا جاي طالع من الجيزه للتجمع فاضي، فانا بالنسبه لي اعمل لي كام مشوار كده ايه 10 كيلو 11 كيلو 15 كيلو عشان الدنيا تمشي معايا، فاهم؟ واليوم يبقى حلو. بس اوصل سياده العميل، سياده العميل مش العميل، وارجع لكم تاني. طبعا يا جماعه دلوقتي خدت ريكويست، طبعا انا كنت في كايرو فيستيفال تمام، بس هاخد الريكويست ده من بره كايرو فيستيفال 10 كيلو ب 150 جنيه، مش احسن حاجه، مش احسن حاجه، انا كنت عايزه ب 400 جنيه ل 10 كيلو، بس يعني الحمد لله، هنقول الحمد لله. بص بقى ال 90 عامل ازاي، بص 90 الجنوبي كله واقف رايح جاي بسبب اعمال السفلته اللي بتتعمل، يعني عذاب. فخلي بالك لو انت بتيجي تجمع كتير زي حالاتي، خلي بالك ال90 الجنوبي واقف حرفيا، حتى كوبري المشير والنازله بتاع كوبري المشير النازله واقفه، فخلي بالك في اعمال صيانه بتتعمل على في ال90 الجنوبي وانت رايح وانت جاي، بيسفلتوا، يعني اقصى حاجه اقول 10 ايام، فربنا ييسر الامور. حبيب بس الفت عند ارابيلا بلازا بقى، كنت بشرب، قلت اشرب قهوه وكده، الدنيا اصلا مريحه يعني،
وكده كده شويه فاهم، وهطلع اكل. بس ايه، قلت على 7:30 8 كده يعني نخطف لنا كام مشوار. المهم خدت مشوار دلوقتي صغير، كيلو هو 43 جنيه. مش مهم، ادينا بنحرق مشاوير صغيره، بنحرق مشاوير صغيره وخلاص فاهمني. اهم حاجه تحرق مشاوير لو انت بتلعب على بونص، مع ان البونص اصلا زي الزفت. 400 نازل لي كام على 30 مشوار؟ 420 جنيه. يا جدعان ده انا لو بشحت مش هتدوني 420 جنيه. بس يلا، هي نوايا تسند الزير. معايا دلوقتي ريكوست كيلو تاني. حلوه الكيلوات دي والله، انا بحب اشتغل انا ريكوستات الكيلوات حتى لو بفلوس قليله، ما بحرقش ما بتعبش. هو اي نعم ب 39 جنيه، هو كيلو 100 متر 39 جنيه. اديني بحرق مشاوير فاهمني، ما بحرقش كيلو متر. انا دي وجهة نظري يعني، انا بحب اشتغل، بقيت احب. انا اول ما بدأت يا جدعان الشغلانة دي، انا كنت بص، كنت حكايتي حكاية والله العظيم ثلاثة. وكنت بعرف اشتغل، كنت بنزل اعمل 150 جنيه وارجع اقول ايه الشغلانة ديت، انا مش هعرف اعيش، انا مش هعرف اصرف على بيت. فالحمد لله على نعمه يعني. قعدت فترات كبيرة جدا ما كانش عندي شغل اصلا. بص العميل بقى. الو مساء الخير. انا وصلت يا فندم. انا كده عند المدرسة بس في ظهرها تقريبا. هي ماشية معايا كيلوهات يعني، هي ماشية معايا كيلو، بس عايز اقول لك الدنيا مريحة، الساعة 7:30 دلوقتي، فالدنيا مريحة اصلا في التجمع فاهمني. فالكيلو برضو كيلو حاجات بسيطة، كيلو طراطيش ب 39 جنيه او ب 38 جنيه، مش متذكر يعني. بص بقى، في الوقت اللي الدنيا هتبقى فيه مريحة هتلاقي اسعار ام 38 جنيه بتظهر. يعني يوم الحد ده كان عينك ما تشوف الا النور. والله يوم الحد ده كان يوم صعب جدا، اللي اشتغل يوم الحد اكيد فاهم. كان يوم صعب جدا. الريكوستات في اوبر وان درايفر 4 جنيه 4 جنيه ونص 5 جنيه، وما كانتش بتيجي اصلا، ما كانش فيه. هتقول لي طب وديدي؟ اقول لك ما بفتحش ديدي، لان بصراحه ديدي بيجيب لي الضغط. بصراحه ديدي مثبت اجرته تسعيرته 4 جنيه 4 جنيه ونص. فانا لا، انت عارف لو انا بلاقيه فيه زياده بيرفع، لا حتى في اوقات الزق لا، هي ب 4 جنيه وب 5 جنيه ما بيرفعش. لكن اقول لك ان درايفر ممكن تاخد منه ريكوست حلو، مع ان لحد والله العظيم ما بشتغل ان درايفر. اوبر في اوقات الذروه بيديك اوقات ذروه حلوه. ف... فيوم الاحد كان يوم صعب جدا في اوبر وفي ان درايفر يعني. بص حتى اوبر كانت وحشه جدا، بس الحمد لله. هو يا جماعه ريكوست 12 كيلو ب 107. 12 كيلو ب 107 تمام. فوصل الريكوست ده، ولو لقيت حاجه تروحني اخدها واروح. كده جبرت قوي. الساعه دلوقتي 9. اشتاط اشتاط. طب يا جماعه انا حرفيا والله بقى لي مثلا بتاع سكه، انتوا عارفين الوقت ده بيبقى صعب تلاقي فيه ريكوست حلو وتنزل بيه. بيبقى فيه ريكوستات بس مش حلوه يعني. انا عمال يجي لي عمرانيه، وعمال يجي لي ترسه، وعمال يجي لي هرم حاجه و40 كيلو. عمال يجي لي مانيال. متخيل انت مثلا يجي لي 24 كيلو ب 117 جنيه وب 118 جنيه. ليه؟ لان الوقت دوت الساعه دلوقتي كام؟ 9 الا ربع 10 الا ربع. الوقت دوت حرفيا العمليه بتبقى هاديه، وانا عايز اروح اصلا فاهم يعني. انا صاحي اصلا من بدري بسبب المشوار اللي انا كنت فيه ده، وحرفيا عايز اروح. فانا يئست بصراحه، كنت اخد مشوار اللي هو كان رايح العمرانيه عندي والله جنب البيت ب 130 جنيه بس فاهم. قلت ايه، لا انا ايه هتأنى، انا هتأنى. فالحمد لله تأنيت وربنا كرمني، خدت ريكوست 26 كيلو بامتنايه يعني. دي النزله اللي انا بحب انزلها. دايما بحب انزل او اختم يومي بمشوار يكون حلو الحمد لله. وده توفيق من ربنا، ان ربنا دايما بيكرمني بقفله زي كده. على سبيل المثال امبارح كان الحد، كان الدنيا نايمه خالص، الدنيا ضايعه، وعايز مشوار يسند معايا اليوم. سبحان الله، ومفيش شغل خالص والله العظيم يا جماعه.
مفيش شغل خالص نهائي. سبحان الله، ربنا كرمني بمشوار ب 200 جنيه برضه، ظبط معايا اليوم. طب يا جماعه ده كان يومنا النهارده، الحمد لله. انا كده وصلت، انا في الهرم اهو نصر الدين. قلت بخش بقى البنزينه بالمره بدل ما اخش الصبح بالمره. الساعه دلوقتي كام؟ 10 ونص. ده انجاز اللي انا اخلص 10 ونص. انا بادئ شغلي 3 وي تقريبا. 10 ونص ده شيفت بتوين. ده شيفت بتوين. ايه شيفت بتوين ده؟ احنا في المطاعم كان عندنا شيفت اسمه شيفت البتوين، اللي هو شيفت منتصف اليوم. طب انا عامه الحمد لله النهارده عامل 12 مشوار. تمام. كام ساعه؟ انا اهم حاجه عندي كام ساعه؟ 6 ساعات. في 6 ساعات 12 مشوار في 6 ساعات، الحمد لله. طبعا عامل 125 كيلو. تمام. ومحقق تارجت الفلوس بتاعي. طبعا انتوا فوق كلكم عارفين تارجت الفلوس بتاعي كام يعني. انتوا عارفين يوميا انا تارجت الفلوس بتاعي كام، ده المفروض يعني انتوا عارفين كده يعني. فالحمد لله النهارده اليوم فعلا كان جميل، اليوم كان حلو اللهم بارك. الحمد لله يعني ربنا بيكرم فعلا وربنا بيرزق. شفت البتوين ده شفت حلو يعني بصراحه. شفت البتوين دوت شفت حلو قوي يعني. انصحكم ان انتوا تشتغلوا فيه بصراحه. فهو ده كان يومي. لو عجبك يوم اعمل اشتراك واعمل لايك، واهم حاجه في الموضوع ده كله انك تذكر الله وتصلي على النبي. واشوفكم ان شاء الله في فلوج جديد. توحشوني.